السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ ريم. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشارك معكم وصفة كاب كيك أو مادلين بنكهتين من خليط واحد بالشوكولاتة والفانيلا، غير بزوج بيضات، وكيخرج كمية وفيرة. فكيف العادة ما تنساوش تخليو لنا لايك وتشجيع. ما نطولش عليكم، ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. وكيف العاده على بركه الله غادي نبدا معكم بالمكونات اللي غادي نحتاج لزوج حبات ديال البيض، دائما حجم كبير، كاس ديال السكر ما يعادل 150 غرام. بالنسبه للبيض انا خديت 3 صغار، اما الا كان كبير فخذوا غير زوج. هنا كاس ديال الحليب على درجه حراره الغرفه ما يعادل 160 ملل، بالاضافه الى كاس ديال الزيت المائده او النباتيه ما يعادل 160 ملل، وكيس ديال الفانيلا، وشويه ديال حبيبات الشوكولاته اللي كنستعملوهم في كوكيز او المادلين والكاب كيك، وهنا ملعقه كبيره ديال الكاكاو، بالاضافه الى قشور البرتقال او الحامض، او اكتفيو بالفانيلا فقط. وغادي نحتاجو كذلك كميه ديال الدقيق ما يعادل 300 غرام، نوعيه جيده خاصه بالحلويات. خذ هذا الخلاط الكهربائي من الافضل، ممكن تخدموا المكونات يدويا ولكن يفضل انكم تخدموها بالطراب الكهربائي. كنوضع جميع المكونات ما عدا الدقيق وخميره الحلويات كيف العاده. ومن بعد كنخلط المكونات مزيان على الاقل 1 2 حتى 3 دقائق. فكل شيء واضح في الصورة. من بعد كنخلط كنفرغ الخليط ديالي في واحد البول او الاناء، وطبيعة الحال نغربلو الدقيق وخميرة الحلويات من فوق الخليط السائل، وحتى الكاب كيك ديالنا او المادلين يجي خفيف ومهوي، وفي نفس الوقت كنتخلصوا من التكتلات. صافي من بعد ما انسجم ليا الخليط كما كتشوفوا معايا كيجي شويه ثقيل على الخليط الكيك اللي كتعرفوا. ومن بعد غادي ندخلوا للثلاجه يرتاح لمده 20 دقيقه. هذا هو السر الاول باش كيجي عندنا الكاب كيك عالي من الفوق. هنا صافي من بعد ما ارتاح ليا الخليط مزيان في الثلاجه لمده 20 دقيقه، كما قلت لكم هذا هو السر باش كيجي عالي. فكنقسم الخليط الى زوج ديال حصص متساويه، اللي عندها الميزان يمكن لها تعبر، واللي ما عندهاش يعني غير عينك ميزانك. بالنسبه للخليط الاول او الحصه الاولى كنضيف لها قشور الليمون او قشور الحامض او البرتقال اللي كان متوفر عندكم باش يعطيها واحد الذوق رائع. انا بالنسبه ليا كنفضل الذوق ديال قشور الليمون. وبالنسبه للحصه الثانيه اللي بقات لنا غنضيف لها ملعقه كبيره ديال الكاكاو اللي تكون مغربله من قبل حتى هي، ونحاولوا نخلطوا بسباتولا او اي معلقه موجوده عندكم اللي متوفر عندكم في الدار حتى ينسجم لينا الخليط مزيان. وبالنسبه ليا هنا غادي نستعن انا بالقوالب ديال الكاب كيك، راهم متوفرين باثمنه جد مناسبه. الا ما توفروش عندكم هادو
فممكن تستعملوا بحال هادو اللي خديتهم انا ب5 دراهم. فكنفضل هادو لحقاش الكاب كيك كيبقى محافظ على الشكل ديالو وما كيسيحش ليكم من الجناب. كنوضع الخليط ديالي في بوش ونوضع هاد الكميه ديال ثلثين او النصف، ما ديروش اقل من النصف. الا بغيتو الكاب كيك او المادلين يجيكم عالي طالعين او لا مقببين، من بعد ما كملت الكميه الاولى ديال الخليط اللي بالفانيلا او قشور الليمون، فكنمشي نعمر القوالب ديالي بالنصف الاخر اللي بقى لي من الخليط ديال الشوكولاته. كما قلت لكم كنضيف النصف او ثلثين على الاقل. انا استعملت هنا البوش، ممكن تستعملوا اي حاجه متوفره عندكم في الدار. من بعد غادي نزين بحبيبات ديال الشوكولاته. بالنسبه للحبيبات الشوكولاته اللي كنزين بهم كاب كيك او كوكيز كتكون فيهم نسبه الكاكاو اللي ما تنزلش على 50% ديال الكاكاو، باش ما تنزلش ليكم وتبقى محافظه على الشكل ديالها من الفوق. الطياب ديال الكاب كيك ضروري خاص الفران يكون مسخن من قبل من الاعلى والاسفل الا بغيتوهم يجيوكم مقبين وعاليين من الفوق. بالنسبه اللي عندهم الفران كيشعل غير من الاسفل فما تفوتوش نصف الخليط. وإلا بغيتوهم مقببين ضروري من الاعلى والاسفل على 180 درجه كحد اقصى لمده من 10 الى 12 دقيقه. هنا هذه هي الكميه الكامله اللي حصلت عليها من الخليط اللي عطيتكم اليوم. كيعطيكم 12 حبه اولا حتى ل 15 كما كتشوفوا معايا. شفتوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي مرتفعين وكيجيو طالعين. فالسر غير في طريقه الطياب فقط لا غير. خاص غير الفرن يكون شاعل من الاسفل والاعلى الا بغيتوا المادلين ديالكم او الكاب كيك يطلعوا هكذا او الخليط يكون ثقيل ماشي خفيف. هذا هو مادلين ديالنا اللي بحشوه الفانيلا وكذلك بالشوكولاته. فغادي نفتحهم معكم هكذا كيجيو اسفنجيين كما كتشوفوا وكيجيو خفاف وكيذوبوا في الفم. فنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. وهكذا حتى بالنسبه ديال الفاني. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم. فكتروا لي من اللايكات والضغط على زر الاشتراك. كنشكركم دائما على حسن المتابعه والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله.